الا كنتي كتقلب على وصفه خفيفه ولذيذه، هاد بيتزا كارزيون غادا تعجبك بزاف. خليكم معايا في الاخير باش تشوفوا النتيجه. يا سلام. اول حاجه غادي نبداو بالعجين. 6 معالق كبار ديال الماء دافي، 2 معالق ديال خميره الخبز، شويه ديال الدقيق الابيض، خليتهم حتى تفاعلوا، عاد زدت الملح والدقيق. هكا درت المقادير بسيطه وخلطتهم حتى حصلت على عجين طري ومتماسك. غنخليوه يرتاح شويه حتى يخمر مزيان وندوزو لتحضير الحشوه. غادي ناخدو المقله، غادي نديرو فيها صدر الدجاج، زيت الزيتون، الملح، البزار، وغادي نديرو معاهم موطاد الونسيان، عطريات الخردل والثوم مجفف. غادي نخليهم حتى كيطيبوا مزيان، نزيدو معاهم اعشاب منسمه وغنزيدو عليهم صوص فخوماج. من بعد غادي ناخدو كاسرون، غنديرو فيها الماء دافئ اللي سخون وغادي نديرو فيها الفطر حتى يطيب. من بعد غادي ناخذوا الفطر، غنقطعوا الفطر معلب، غنقطعوا طريفات صغار، نديروا مع زيت الزيتون. وهنايا كيف ما كتشوفوا العجين درت عليها اعشاب منسمه اولا الزعتر وزيت الزيتون. هنا كيف ما كتشوفوا درت اعشاب منسمه والملح والبزار، زدت عليهم لا دان فيمي وهذاك الشامبينيون اللي درتو كذلك. غنخليهم حتى كيتشحروا مزيان وغنزيدهم على داك صدر الدجاج اللي صوبته مع الكريمه. منين وجد العجين قسمته، بديت كنشكل دوائر وغادي نبسطهم حتى كنحصل على العجينه رقيقه كيف ما كتشوفوا. وغادي نخليهم، غندير فوق منهم صوص فخوماج وغادي ندير فوق منهم الفرماج غابي والحشوه كذلك، وفوق منها كذلك فخوماج غابي. عاد غادي ندخلهم، غادي نجمعها، غادي نسدو مزيان باش ما يتحش ليا في الفرن. وغادي نحاول ناخذ كيردون وغادي نثقبو مزيان باش ما يتنفخش ليا. وغندير فوق منه صوص فخوماج وفخوماج غابي، وغنزين نزوقو بالفلفل الاحمر والزعتر اولا الاعشاب منسمه. وغادي ندخلو الفرن على حراره متوسطه حتى كيتحمر وكيطيب ليا من الداخل. خليته البنات حتى خدا ليا اللون الذهبي اللي كيشهي. وها هو الكارزيون ديالنا.